كنتواجدوا في الوحدة الصناعية ديال سينستينكس اللي هي شركة ناشئة تكنولوجية تابعة لمجموعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. كنتواجدوا في مدينة الصغيرات. اليوم هو يوم مهم بزاف للشركة ديالنا، لأنه هو افتتاح واحد الخط ديال الإنتاج ديال واحد المنتوج جديد اللي تم الاختراع ديالو في المغرب، والتصنيع ديالو كيتم دابا في المغرب، وهو لأجل المغرب. هذا المنتوج هو تي 3 شيل، اللي هو جهاز تتبع ورصد الغش ومحاولة التصنت، اللي ممكن الاستعمال ديالو في عدة مجالات بين بينها الامتحانات وليزيفالياسيون بشكل عام، ولكن ممكن يتم الاستعمال ديالو في مسائل اللي كتعلق بلا سيكوريتي وبلا ديفونس. بالنسبة للشركة ديالنا، هي شركة ناشئة ومنبثقة عن جامعة محمد السادس، اللي هي لوبجيكتيف ديالها هو أنها توصل واحد الابتكار، واحد البحث العلمي اللي تم التطوير ديالو داخل مختبرات الجامعة وتخرجوا إلى حيز الوجود عبر يعني قنوات التصنيع والابتكار الصناعي. الحمد لله اليوم الشركه ديالنا كتعرف واحد التطور كبير في المجهودات ديال كلشي، سواء ديال الجامعه ولا الاطر اللي المستخدمين. اليوم حنا بصدد انتاج ما يقارب 2000 يعني منتج لهذا لونتي تريش، رصد الغش والاسبيوناج. الشركه هي كتعتبر مشغل اساسي لثلاثه الانواع ديال الكوادر. نقدر نقول المهندسين الباحثين هما اللي حاصلين على الدكتوراه او حاصلين على دبلوم المهندس، كيشتغلوا معنا للتطوير والابتكار القبلي. معنا مجموعه من الشباب اللي كنحاولوا ناخذوا بيديهم، وهما كيعاونونا باش يقوموا بعمليه ديال التصنيع، لان كيدوزوا من مراحل ديال لا فورماسيون ولي ستاج باش كيكونوا قادرين على انهم يصنعوا هذا المنتج بواحد لا كاليتي اللي طالعه. وعندنا من بعد هذا الشيء مهندسين وكوادر دي بروجيكت ماناجر اللي كيقوموا بعمليه ديال لا جيستيون دو بروجي، وكيقدروا يقوموا بواحد مجموعه ديال العمليات ديال لا جيستيون دو بروكسيميتي. ما نساوش ان هذا المشروع هذا غادي يتم التنزيل ديالو بشراكه مع وزاره ديال التربيه الوطنيه باش يتم الاستعمال ديالو في مجموعه ديال الامتحانات، منهم الامتحان ديال البكالوريا. وملي كنتكلموا على البكالوريا فكنتكلموا على واحد العدد هائل ديال الناس اللي خصهم يكونوا خارجين لو تيران، خارجين لا بروكسيميتي، خصهم يكونوا قراب لي زيكيب ديال الوزاره اللي غادي يقوموا بالاستعمال ديال هذا المنتج. فلهذا حنا فخورين على اننا كنقدروا نقدموا، كنكونوا زعما نقدروا تعتبروا كاوبيراتور ديال التشغيل. يعني الشباب حاضرين معنا بواحد الشكل كبير، سواء في لي زيتاب ديال لا ريشيرش ولا لا برودكسيون ولا يعني في لا جيستيون ديال لو بروجي. هادشي اللي كاين. هذا المنتج هذا هو منتج اللي ممكن يتم الاستعمال ديالو في مجموعه ديال الحالات. لعل الحاله الاولى اللي كتهمنا اليوم هو الاستعمال ديالو في ما يسمى بتكافؤ الفرص في ميدان الامتحانات والاختبارات. هذا المنتج كانت عمليه تجريبيه ديالو ناجحه السنه الفارطه في 2025، اللي تم الاستعمال ديالو في امتحانات البكالوريا، وتم الاستعمال ديالو كذلك في لي كونكور داكسي للميديسين مع لونسينمون سوبيريور. والحمد لله اليوم المغرب وضع الثقه ديالو في منتج اللي تم الاختراع ديالو في المغرب، وتم التطوير ديالو في المغرب، وتم التصنيع ديالو في المغرب والاستعمال ديالو في المغرب. ولكن هادشي ما كيعنيش اننا ما كنفتحوش على المحيط الخارجي ودول اخرى اللي بدات كتسولنا على الكيفيه ديال الاستعمال وكيفاش نقدروا نتعاونوا مستقبلا. احنا فخورين ايضا لان هذا المنتج داز من عده مراحل ديال الابتكار والتصنيع، وخدا اعتمادات مهمه، لعلها اخر اعتماد اون سيرتيفيكاسيون اللي نابعه على الجمعيه اي 3 اللي هو جمعيه دوليه معروفه في ميدان الالكترونيات، واللي كتبين مدى
يعني الجوده ديال لو بروسيسوس، المنظومه ديال الابتكار والتصنيع. وحنا فخورين كنقدروا نقولوا اليوم اننا عندنا منتج مغربي 100% اللي داز من عده مراحل، من الفكره، البحث العلمي، تطوير، تصنيع، وكذلك انزال الى ارض الواقع.